بص بقى، انا عايزك تدلع نفسك. انا اصلا جاي لك النهارده علشان اخليك تصنع الدلع وانت في بيتك وموفر فلوسك. وبما اننا في موسم المانجا فما ينفعش الموسم يعدي من غير كنافه بالمانجا، وهخليك تعمل هرم من الكنافه بالمانجا بنص كيلو كنافه بس في الاول خلينا نسمي الله ونصلي على رسولنا المصطفى. ولو مش متابعني بتمنى تعمل فولو للبيج عشان باذن الله هتستفاد. انا عبد الرحمن صبحي ودي قناه اكل تاكيله، ويلا بينا نبدا. هحضر الكبه، هحتاج لنص كيلو من الكنافه وهنزل بيهم في الكبه على مره واحده او اكتر مش هتفرق، وهفرمهم في الكبه فرم ناعم. نقدر نقطعهم بايدينا بس لازم يكون طالع من الفريزر. هفرمهم فرم ناعم زي كده وهبدا اعمل الكريمه. في بوله فاضيه هنزل ب 150 جرام من الكريم شانتيه، 50 جرام من السكر البودره، مكعبين تلج، ربع كوبايه من عصير المانجا، وكميه من لبن الحليب هزود فيهم بالتدريج حسب القوام. هضربهم لمده 5 دقائق لحد ما يتكون خطوط في الكريمه واشيلها في الثلاجه لحد الاستخدام. هبدا اعمل الشربات. في طاسه على نار هاديه هنزل بنص كوبايه من السكر على نص كوبايه من الميه واسيبهم من غير تقليب. واول ما يبدا يغلي هنزل عليهم بتوت من الفانيليا، شريحه من الليمون، واسيبهم دقيقتين بعدين ارفعهم. في طاسه على نار متوسطه هنزل بنص كوبايه من السمنه بدرجه حراره الغرفه تسيح، بعدين انزل عليها بالكنافه مع استمرار التقليب لمده 10 دقائق او لحد ما تاخد لون ذهبي فاتح، ونعمل حساب انها تغمق اكتر بعد ما تبرد. واول ما تاخد لون ذهبي فاتح هنزل عليهم باربع معالق كبار من السكر البودره، واستمر كذلك في التقليب لمده دقيقتين بعدين ارفعها. هحضر القالب اللي هنعمل فيه وهنزل فيه بطبقه من الكنافه واسقيها بالشربات بعد ما برد، واديها تقليبه عشان الكنافه كلها تشرب من الشربات. بعدين اساوي طبقه الكنافه وانزل بكميه من عصير المانجا وكذلك قطع المانجا الفريش، ودي طبقه اختياريه جدا بتدي تيست عالي خالص، بتنقل الطعم في حته 5. بعدين انزل بكمان طبقه من الكنافه واسويها كذلك بنفس الطريقه. بعدين انزل بطبقه من الكريمه واسويها بالاسباتولا او بآلة التموجات، ودي اللي بتستخدم في تسويه الكريمه على القشطوطه، وبتستخدم كذلك في تقطيع البطاطس الفرنش فرايز. بعدين انزل بقطع المانجا الفريش حسب الكميه المتوفره، وبس كده. مشهد يريح اعصاب عشاق المانجا ولا عزاء لاصحاب القلوب الضعيفه. كنافه بالمانجا من وحي الخيال وحاجه على كيفك. في النهايه لو شايف ان نستحق الدعم صلي على النبي واضغط لايك وفولو، ولو ما نستحقش صلي على النبي بس. القناه لسه في بدايتها، بدعمكم ان شاء الله نوصل. والسلام عليكم.